السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هنعمل سبونج بوب ده على المج، بس الكتابه للاسف لا. يلا بينا نبدا. طبعا هنحتاج صلصال اصفر، ده اول حاجه علشان خاطر نعمل بيها الجسم بتاع او الراس يعني بتاعت سبونج بوب. هناخد قطعه كبيره كده، انا عامله كوره، لازم تكون سميكه عشان خاطر نعرف نعمل شكل المستطيل بتاعه بتاع راسه. هنفردها كده على المج، بس مش هنفرد قوي عشان احنا عايزينها تفضل سميكة برضو. بالكاتر بقى نبدأ نقطع بحيث ان احنا يبقى عندنا الشكل، يعني يدي شكل كأنه هو مستطيل، او يعني يدي خطوط من فوق ومن الجناب على شكل ان هو مستطيل، زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو. مش عارفة اشرحها قوي بالكلام. تip صغنونة، نصيحة صغنونة، واحنا بنسوي قطعة سميكة زي دي. القطعة السميكة ممكن لو انا حطيتها في فرن كانت درجة حرارته عالية هتستوي من بره اسرع ما تستوي من جوه. وبعد كده بعد شوية لما تبدأ تستوي من جوه كمان ممكن يحصل فيها شقوق في الصلصال. ده بيحصل خصوصا في قطع الصلصال اللي هي السميكة زي دي. فالحل ان احنا نحطها في الفرن وبعدين نشغله، فيعني هي تعلى حرارتها مع درجة حرارة الفرن، يعني مش تتحط على طول وهو سخن. نحط القطع السميكة دي بنحطها في الفرن وهو لسه بارد، ونشغل الفرن ونستنى بقى لما يسخنوا مع بعض. دلوقتي احنا حطينا الجزء الابيض اللي تحت ده عشان ده هيكون الجسم بتاع السبونج بوب. دلوقتي بقى هنعمل الياقة بتاعته، عبارة عن مثلث ابيض هنحطه كده في النص زي ما انتوا شايفين. نلزق القطعة دي يا جماعة بصلصال سائل علشان ما تفكش بعد السوا. يا رب يكون باين. انا عارفة الاضاءة مش احسن حاجة، بس انا كنت نسيت ان انا اشغل النور بتاع الرينج لايت بتاعي، فبقى معلش. هنتعامل مع بعض، يعني حاولوا تستحملوني، معلش. الاحمر ده هو الكرافات، الكرافات اللي هو لابسها. مش مضطرين ان احنا نعمل كرافته كامله علشان خاطر هي اصلا هتتغطى باللبس التخرج اللي هو لابسه. هنفرد قطعه صلصال زرقاء بالرولر او بالباستا ماشين ونحطها بالشكل ده، وبعدين نقطع الزيادات. وبعد كده نحط الكولا، هيبقى لونها احمر بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبرضه هنقطع الزيادات بتاعتها. بعد كده نبدأ نحط الجزمة بتاعته. هي جزمة بسيطة خالص، ما فيهاش اختراعات كتير.
وبعدين هنركب الدراعات بتاعته. لازم تركب بصلصال سائل عشان ما تفكش مننا. الدراعات اكتر حاجة بتفك على فكرة في الحاجات اللي بنعملها على المج والعرايس وكده. دايما الدراعات اكتر حاجة بتفك، خلوا بالكم. هنفرد قطع صلصال بيضة بالشكل ده ونلفها بالطريقة دي عشان خاطر تبقى كأنها الشهادة بتاعته، كأنه ماسك شهادة التخرج بتاعته. اخر حاجة خالص بقى هنبدأ بيها هي الوش. ده كده انا بعمل البق. حابة بس افكركم انه لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها. وهحط لكم كمان اللينكات بتاعتي بتاعت الفيسبوك وانستجرام، ياريت تشتركوا فيها برضو، وانا بحط عليها كل الحاجات اللي عملتها جديد. هنا احنا بنكمل بقى الراس. انا بعمل العين
استخدمت البول تول الكبيرة دي عشان خاطر هو عينه كبيرة اصلا. انا عملت العين بالصلصال. ممكن انتوا تلونوها على طول بعد ما يستوي، تطلعوه الشكل وبعدين تلونوه بألوان اكريليك، او ممكن كمان قبل السوا على فكرة، بس تسيبوها تنشف خالص قبل ما تدخلوها الفرن عشان خاطر ما تبهدلش الدنيا. بس وهنركب الرموش بتاعته. نستخدم بقى الوان الباستيل عشان نظهر الشكل اكتر. دي فرشة ناشفة ونضيفة، بستخدمها علشان خاطر اعرف الون الصلصال كويس. وبس احنا كده خلصنا الفيديو. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وقولي رأيكم ايه في الكومنتات. ميرسي، باي باي.